مرحب بضيف شرف الصالون شاعر الأمة الأستاذ محمد ثابت، مؤسس شعبة الشعر الفصحى باتحاد كتاب مصر، نائب رئيس لجنة إدارة الأعمال باتحاد كتاب مصر السابق، مدير تحرير جريدة السياسة الدولية السابق، رئيس تحرير سلسلة كتاب ملتقى الشعراء دوري كل 3 شهور، مستشار دار أطلس للنشر والتوزيع، مستشار دار فنون للنشر والتوزيع، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان باتحاد كتاب مصر الحالي. أهلا ومرحبا بالأستاذ والكاتب والشاعر الكبير الأستاذ محمد ثابت. طب نستمع يعني ايه حين حضور كابتن داب، نستمع لكلمة قصيرة من الشاعر والكاتب ضيف شرف الصالون الأستاذ محمد ثابت، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا سعيد جدا دائما يعني إن الكرام قليل، يعني تملي الناس بتفرح بأعداد بتتجمع عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. ممكن حد يكون ناشط على الصفحة وممكن يكون ليه شلة وليه جروبات، وأعرف حاجات كتير بهذا الطريقة. يعني حد ممكن يجيب لك 100 في 5 دقايق، ولكن صدقوني المسألة مش بالكم، المسألة بالكيف، لأن أنت ممكن ناس كتيرة قوي ظهرت في عصور كتيرة قوي، لكن لا يبقى إلا العقاد وطه حسين ونجيب العمالقة بس، وأما الزبد فيذهب وما ينفع الناس فيمكث. فعلا إن المسألة يعني لو حد متلقي راقي جدا وحد محترم جدا وواحد لوحده، صدقني أو صدقوني هتبقى المسألة جميلة جدا، لأن أنت حاسس إن أنت بتقدم إبداع جيد لمستمع جيد. ودائما بقول اللي عايز يبقى شاعر جيد لازم يقرأ كويس ويسمع كويس ويحفظ كويس علشان يقدر يبدع كويس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقديما قالوا احفظ 1000 بيت من الشعر وانساهم، ثم كل ما شئت فإن الكلام من الكلام. في